ده مصري لما تيجي انتقده في ادائه هل زيزو مأثر في المركز بتاعه اداؤه؟ لا طبعا مش مؤثر. لعيب كبير طبعا. انما انتوا عشان ناس جهله وناس ناقصه ما ينفعش اتكلم معاكم. لا انت يعني الناس بتقول رايها. لا ده مش راي. امال لا يا كابتن مش لما يكون عندي احسن لعيب في مصر 4 سنين ما بقولش رايي. ايوه يعني مثلا معتز مش مقتنع باداء زيزو الماتش اللي فات. ايه هو اداء ايه المركز اللي بيلعب فيه زيزو؟ لا ومش الماتش اللي فات بس. زيزو لعيب وماتش السوبر ما كانش برضه. معايا يا كابتن اللي زيزو احسن لعيب في مصر. ما كانش قوي برضه. والله عقليته انا معجب بيها جدا وعنده الاستمراريه وده ما تلاقوش. واحنا قلنا انه لعيب لعيب كويس بس احنا في المنتخب الناس اللي بتقيمه يا كابتن انا فاهم قصد اسامه وفاهم يقصد مين. هو اسامه بيعمل ارهاب للي يجي يقول اي حد يقول زيزو مش حلو. ليه؟ مفيش حد خارج النقد يا كابتن كابتن صلاح ما الناس بتنتقده مالهاش علاقه. كابتن عايزك انت كنت تلعب فين يا كابتن؟ كنت تلعب في الشارع كوره شباب؟ ماشي. ورحت النادي الاهلي ماشي. وتعبت وشقيت عمر احترفت. ماشي راح فين يا جدع؟ تعالى ده احنا معلقين على الشاي. تصريح برضه اشوف ان هو مش حلو يعني. بعد اللي شفته من مجدي عبد الغني امبارح كابتن مجدي عبد الغني اسف كابتن مجدي جاي سخن على طول من البيت، جاي يفجر نفسه انتحاري. انت شفت تصريحاته ازاي امبارح؟ لا مش كل ما يعرف يقال، حتى زي ما قلت لك يا ابراهيم لما تطلع بره المكان يبقى ليك رأي. رأي في اللي بيحصل دلوقتي. لكن ما يبقاليش يعني قناعة او حقيقة انا اقول لك بقى انا حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. ده مش شطارة على فكرة، ولا وبشوف انها يعني مش حاجة حتى في تقييم الاخرين بشكل حلو، ولا عدل ولا انصاف. لان زي ما قلت لك احنا ممكن نبقى قاعدين لا معانا مايك ولا في تصوير ولا حاجة، فانا بتكلم بطبيعتي جدا. بتكلم بطبيعتي تبقى عندك جملة او كلمة انا قلتها تستشهد عليها انت بعد 10 12 سنة فعلا انا قلتها، بس ما قلتهاش في السياق اللي انت بتقوله ده. ما ينفعش. قول يا سيد سمعنا كلامك حلو وله معنى.